قال شيخ الإسلام كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنهما: فتنة الرجل في أهله وولده وماله وولده، وفي رواية في نفسه وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. فتنة الرجل في أهله وماله وولده. ما هي فتنة الرجل في أهله وماله وولده؟ قال العلماء: ما يعرض للإنسان من الالتهاء بهم، ما يعرض للإنسان من الالتهاء بهم، أو أن يفعل من أجلهم شيئا من الحرام دون الكبائر. يقول العلماء: الرجل قد يفتن في ولده، وقد يفتن بولده، وقد يفتن من ولده. قد يفتن بولده فيلهو به، فقد يترك شيئا مما وجب عليه من أجل ولده، أو يفعل شيئا من الحرام من أجل ولده. كم من شخص لم يصور قط ولم يتصور هو قط حتى رزق بالمولود فأصبح يحمل صورة ولده في جواله. هناك من أهل الخير من عاش منذ عرف الحق يأبى أن يصور هو بنفسه، وليست له صورة إلا الصور التي لا بد منها، لكن لما رزق بولد صور هو ولده ففتن بولده. وقد يفتن في ولده بأن يكون الولد مثلا والعياذ بالله على خلق غير طيب أو على سلوك غير طيب. وقد يفتن من ولده بأن يدعو الولد والده إلى سوء. كم من رجل كان على الهدى والسنة والسلفية الطيبة المباركة التي تحلو بها الحياة وتتحقق بها الاستقامة، فرزق بولد لا زال به حتى حرفه عنها.